اهلا 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 بيكو. انا راود ودي ما شغاله مش بتنام. في كلمات بتعبر عن اللي جوانا بس بتوصل غلط، ودماغك بتسوحك بعدها. هل انا مش بعرف اشرح نفسي كويس؟ هل الناس بتحكم من اول كلمه؟ طيب هو في حاجات جوايا انا مش قادره اطلعها صح. في الاول حاولت اشرح وحاولت ابرر، وكان جوايا هاجس انه لازم يفهموني صح عشان اكيد لو فهموني صح هنعرف نتواصل اكتر. بس ده ما حصلش. ده بالعكس خلاهم يشوفوا ان انا شخص بيجادل كتير، شخص بيناقش كتير، بينما انا كل اللي جوايا ان انا عايزه بس اوصل لهم قصدي الحقيقي مش اللي هم فاهمينه. وفضل جوايا احساس ان انا الغلط، وان لا اكيد طالما اتكررت يبقى في حاجه غلط. لحد ما قابلت صحابي ولقيت عادي بقعد مع ناس وفهمني، ومش محتاجه ان انا اشرح او ابرر نفسي كتير. وده اللي خلاني ادور واشوف ليه انا كنت شايفه ان العيب فيا. كل ده خلاني ارجع خطوه لورا وافكر زمان وانا صغيره لما كنت بحاول اشرح ومحدش بيفهمني. يمكن كنت صغيره بس حسيت ان الدنيا ما تدينيش فرصه ان انا اتكلم. وبس من هنا بقى بدأنا مشوار سوء الفهم. هل هما فهموني غلط عشان هما مثلا مش زيي، هما مختلفين عني؟ طيب ولا انا ما كنتش بعرف اشرح، ولا كل الكلام ده اصلا كان كبير عليا، ولا ايه؟ بس عارفين اللي يطمن واللي يزعل برضه في نفس الوقت ان انا مش لوحدي، وان في كتير زيي. بس اصلا انا عامل البودكاست ده عشان احس ان انا مش لوحدي، وان انا مفهومة، وان انا مسموعة. المهم ده مش غريب، وان ده علم نفس اتكلم عنه. علماء النفس بيشوفوا ان الاطفال في المرحلة دي بيكونوا حساسين جدا للتجاهل والتفسير الغلط، وده انا كنت بحسه فعلا. وكنت بتضايق من فرط الحساسية اللي موجودة واللي بتسحل دماغ الواحد. في علم النفس ده اسمه مسيتيونمنت، وده معناه ان الاهل او المحاطين بالطفل ما خدوش بالهم من الاشارة اللي الطفل بيحاول يبعتها، وللأسف فسروها غلط. وللأسف ساعتها مخ الطفل مش هيتعامل مع الموقف على انه مجرد سوء تفاهم وعدى. مخ الطفل بيتعامل مع سوء التفاهم على انه خطر حقيقي، وساعتها كمان بياخد وضع الدفاع عن النفس ويبتدي يفرز هرمونات التوتر زي مثلا الكورتيزون أو غيرها. ومع الوقت ده بيؤدي لضعف في النمو الطبيعي لمناطق معينة في المخ زي الأميجدلا، اتكلمنا عنها قبل كده، ودي اللي مسؤولة عن مشاعر زي الخوف والقلق. ومنطقة برضو زي البريفرونتال كورتكس، ودي اللي بتنظم السلوك ورد الفعل. ناهيك عن ان طفل هيكون عايش في حالة دفاع باستمرار. الكلام ده مش بينطبق بس على الطفل الكبير شوية أو الطفل الواعي، ده كمان بينطبق على الرضع. وده اللي قاله لنا دراسة اسمها still face experiment، ودي اتعملت على رضع واللي فيها الأم بتلعب مع الطفل، فجأة بتسكت، بتبطل تتفاعل، فالطفل بيبتدي ينهار وبيبكي. وده اللي معناه ان تجاهل مشاعر الطفل او حتى سوء فهمه بيساوي تهديد عصبي للطفل. وكبرت شوية وبدأت أفهم نفسي أكتر، أو أنا كنت فاكرة كده يعني. بس اللي حصل إن سوء التفاهم ما اختفاش. الموضوع زاد في المراهقة، بس مش عشان أنا مثلا مش عارفة أتكلم أو كده، أنا ما كنتش عارفة أشرح، عشان الحاجات اللي بتحصل حواليا أسرع من أن أنا أبروسس الحاجات دي كلها. وساعتها كنت كل مرة بحاول أشرح نفسي كانت بتتقلب ضدي. مرحلة المراهقة دي مرحلة مليانة بسوء تفاهم مستمر. سوء تفاهم مستمر معناه ان نسبة القلق والاكتئاب هتزيد جدا، واللي احيانا بيوصل لمرحلة اسمها emotional shutdown. الايموشنال شت داون دي فيها المراهق بيقفل مشاعره خالص، بيبطل يحاول، واللي تأثيره بيولوجيا على المراهق زي الطفل بالظبط، بيأثر على الأميجدلا والبريفرونتال كورتكس. بس زيادة على كده انه هيؤدي الحساسية عصبية. الحساسية العصبية فيها مخ المراهق بيكون أكثر حساسية مواقف النقد الاجتماعي. عدم الفهم والنقد المستمر
بيخلي نظام المكافأة والعقاب عند المراهق بيختل، فده معناه ان الدوبامين بيقل، فبيفقد الاحساس بالمتعة والتحفيز حتى في الحاجات اللي كان بيحبها، وده بيظهر في شكل فقدان شغف وانسحاب اجتماعي. فترة المراهقة هي فترة بناء الهوية الشخصية، فأنا كمراهق كل اللي حواليا بيفسر كلامي غلط، الطبيعي ان انا هبدأ اشكك في نفسي ومهاراتي انا، وده اللي بيولد عند المراهق ضعف في تقدير ذاته، يغير نفسه عشان خاطر يرضي غيره، او حتى يلغي شخصيته خالص ويخلق شخصية جديدة مش شبهه بس راضية اللي حواليه. في مراهقين مش بيحبوا يغيروا شخصياتهم بس بينعزلوا، وانا كنت النوع ده. وفي نوع تالت بيمارس التمرد والتهور في محاولة لإثبات ذاته. بس انت مش هتفضل مراهق طول عمرك، هيجي وقت وهتكبر، وللأسف معظمنا كبر وهي ملازمة نفس المشكلة. الإنسان الراشد بتأثر نفس تأثير المراهق وزيادة عليه حبة، زي كأننا كل ما نكبر المشكلة بتكبر وتوابعها بتكبر وبتكتر. من ضمن العواقب دي اضطرابات النوم، مشاكل الهضم، إجهاد دائم، وإرهاق بدني. منطقة في المخ اسمها anterior cingulate cortex دي مسؤولة عن الألم الاجتماعي، ودي بتشتغل وقت سوء الفهم بنفس الطريقة اللي بتشتغل بيها لما الإنسان بيتعور. يعني سوء الفهم زيه زي التعويرة، فما تستهونش بالشخص اللي عايز يعبر ودي فرصته. الإنسان اللي اتربى على إن الناس ما بتفهموش لازم يشرح نفسه زيادة عن اللزوم، وده شخص غالبا بيكون مرهق من التواصل، فده هيودينا لمشاكل زي السوشيال انكزايتي، هو هيكون بيخاف يتكلم أو يعبر عن نفسه عشان ما يتفهمش غلط، أو الانسحاب العاطفي، هنسحب من العلاقات والحوارات والنقاشات حتى عشان بس أنا أحمي نفسي، أو حتى جلد الذات، دايما بشكك في نفسي بعد كل conversation، يا ترى كنت واضحة؟ طب الشخص ده فهمني غلط؟ وأكاد أجزم إن دي أكتر حاجة مرهقة ذهنيا في الحياة. أو حتى كبت مشاعر، كبت المشاعر هيؤدي لتوتر داخلي مزمن، تعب نفسي، أو حتى يعني ممكن تكون كمان اكتئاب. سوء التفاهم مش مجرد موقف وبيعدي، ده تراكم، وتراكم بيخليك دايما في احتياج انك توضح نفسك، فده برضو هيخلي التواصل البسيط يبقى مجهود بدني ونفسي وذهني مرهق. لما تبطل تشرح نفسك عشان محدش بيفهم، هتبتدي تحس ان انت مش موجود، وساعتها هتختفي شوية شوية من العلاقات ومن التواصل وحتى من نفسك. احنا ككبار مش دايما بنبقى عارفين ان احنا ليه بنتعب من كلمة اتفهمت غلط، او ليه بنقعد نعيد في كلامنا بعد كل حوار، بس الحقيقة ان المخ والجسم بيفتكروا كل مرة اتقالك فيها انت حساس، انت دراما، انت مش فاهم صح، وكل مرة اتكلمت فيها بنية صافية واتفهمت على العكس تماما. سوء الفهم مش بيعدي، سوء الفهم بيتخزن وبيترجم في جسمك على هيئة توتر في صوتك، على هيئة تردد في قلبك، أو حتى على هيئة إحباط. مش لازم ان الكل يفهمك ولا دايما هتعرف تشرح، بس لما تبتدي تصدق نفسك وان انت كويس، ساعتها بس هتقدر تتكلم، وبس مش علشان تبرر، عشان بس تكون حقيقي. وساعتها مش مهم مين فهمك، المهم ان انت فاهم نفسك، عشان اللي جواك عمره ما كان محتاج ترجمة، اللي جواك كان بس محتاج امان. الحكاية لسه مخلصتش، بس كفاية نكون بدأنا نسمع نفسنا. ودلوقتي سلام مؤقت من روض، استنوا الحلقات الجاية وحكاية جديدة ودماغ شغالة مش بتنام. خد مع لساني اسطمبة في دماغي مكهرب زي اللمبة.